أنا محمد أبو القاسم بن خلفة، من سكان مدينة بوربا. باحث في الجامعة التونسية، اشتغل على المعالم التاريخية والحضارية بالبلاد التونسية. نحن اليوم في مقام سيدي بن عيسى، الزاوية العيسوية بتبوربا، اللي هي كذلك مقر جمعية صيانة المدينة بتبوربا. احنا في هذا المقام، في حضرة هذا المكان الذي له عناية واهتمام ديني وتاريخي وحضاري. هو منشأ منذ نهاية القرن الثامن عشر تقريبا، تبنى في 1792 من طرف سكان بلدة تبوربا. كانت تسمى قبل بلدة تبوربا لأنها من ضمن البلدات الكثيرة المترامية في أطراف البلاد التونسية، وباعتبار تبوربا قريبة من تونس العاصمة من الحاضرة، فكان تأثير الحاضرة على هذه المدينة تأثير كبير جدا في العمارة، اللي هي عمارة عربية إسلامية وذات تأثير عثماني وأندلسي. وسكان مدينة تبوربا، بلدة تبوربا، جهة تبوربا، لأن هذه المدينة لها ارتباط بمجالها الريفي اللي هو له تأثير كبير، وخاصة بالغابة الزيتين اللي كانت غابة كبيرة ولها مردود اقتصادي واستثماري فلاحي مالي كبير على جهة تبوربا. فسكان هذه البلدة بالتعاون مع والتنسيق مع أهالي تونس والقائمين على المعالم الدينية في البلاد التونسية أحدثوا هذه البناية اللي هي زاوية سيدي بن عيسى، زاوية سيدي محمد الكامل بن عيسى المكناسي، دفين مكناس في المغرب الأقصى. هذه الزاوية ينتسب إليها أتباع الطريقة العيسوية، وأتباع الطريقة العيسوية نجد لهم أصول عرقية انتماء للمغرب الأقصى، وهم الذين يلقبون باللقب الغربي. فالذين كانوا ينتسبون لهذه الزاوية هم أغلبهم غرابة وزواوة. زواوة نسبة إلى قبيلة زواوة في الجزائر، والغرابة منهم من هو من أصول مغربية، وحتى منهم من كان من أصول جزائرية فيسمى غربي. فاللي بنوا هذا المعلم هم غرابة نعم، لكن مع مزيج أندلسي ووسلاتي، لأنه بلدة تبوربا كان فيها 3 عناصر مكونة للمجموعة السكنية اللي استوطنت بهذه البلدة منذ بداية القرن السابع عشر ميلادي. فأول مجموعة سكنت هم الأندلسيون الذين وقع تهجيرهم قسرا من إسبانيا، فسكنوا بتبوربا منذ 1609، وهم يمثلوا مجموعة من العناصر الكبيرة اللي سكنت ببلاد تونسية، كما الأندلسيين بتستور وغيرهم
قلعة الأندلس وبالبلدات الأندلسية المحدثة. الزاوية هذه مرتبطة بثراء جهة تبربة كانت جهة ثرية جدا، وثرائها ناتج عن وجودها على ضفاف نهر مجردة، ومجردة كان يفيض فيضان اصطناعي بعد إنشاء قنطرة البطان، قنطرة البطان قنطرة سد يقع حجز الماء وإفاضته اصطناعيا على الجهة تبربة كاملة. جهة تبربة تحدث عن المجال الريفي، مجال تبربة، الأراضي الخصبة اللي من حول مدينة تبربة، هذه اجعل من هذه الجهة جهة غنية بزراعة الزيتين وإنتاج وصناعة الزيت بالمعاصر. فمردود هذه الصناعة، صناعة الزيت، كان له أثر على بناء هذا المعلم وغيره من معالم. سيدي بن عيسى المعلم معلم ثري بعناصره الهندسية الكبيرة، قباب ونقش حديدة في القباب، ثم صحن مبلط بالرخام، وبيت الزاوية الداخلي اللي هو مزين بالجليز القديم، وتيجان وسواري وعناصر وبيوت وغرف. شكل البناية شكل فخم إذا كنا بالزوايا والبناءات والقصور في تونس العاصمة. هذا يتأتى، هذا ثراء من مردود صناعة الزيت، لأنه تبربة فيها قرابة في ذلك الزمن منذ على الأقل في القرن الثامن عشر ثم العديد، ما ممكن يوصل 10 معاصر زيتون بتبربة ومجالها، أي الجهات التي المحيطة ببلدة تبربة، مدينة تبربة. فاللي بنيوها هم سكان الجهة، سكان تبربة، وبالأموال المتأتية من صناعة الزيت. بنيوها على النمط العثماني التركي ذي الروح والنفس الأندلسي، هذا الممكن أن نوصفه بها. وقد كتب عن الزوايا الكثير من الكتابات، وممكن الرجوع إليها في العمارة الأندلسية العثمانية بالزوايا ببلاد تونسية، من بينها الزاوية العيسوية التي تنتسب إلى مؤسسها ليس هذا المكان معلم، وإنما مؤسس الطريقة العيسوية اللي هو سيدي محمد الكامل بن عيسى المكناسي دفين مكناس بالمغرب. فاللي كانوا يحضروا في هذا المقام وهم أتباع الطريقة العيسوية، وشيخ الطريقة العيسوية آخر من كان شيخا لها وتوفي سنة 1929 تقريبا، مدفون في ركن من أركان هذه الزاوية، هو سيدي أبو العباس الحاج أعمر الجفساري، وله أبناء وأحفاد بتبربة. هو كان شيخ الطريقة العيسوية، والطريقة العيسوية هي طريقة صوفية إسلامية طبيعي جدا، لأنه سكان تونس سكانها مسلمون وسنيون على المذهب السني المالكي فقها، والأشعري عقيدة. وكان التصوف في بلاد تونسية تصوف سني يغلب عليه الاعتدال، ولكن الطريقة العيسوية كان لها خصوصية أنها باعتبار انتمائه إلى التراث المغربي، المغرب الأقصى، وهذا التراث له خصوصيات، أن الحضرة الصوفية في الطريقة العيسوية تختلف عن الحضرة الصوفية في الطريقة الشاذلية، رغم أن سيدي بن حسن الشاذلي اللي هو نزيل تونس ودفين مصر هو كذلك مغربي، لكن سيدي بن حسن الشاذلي والزاوية الشاذلية تختلف عن الزاوية العيسوية. موضوع حديثنا اليوم أن العيسوية لها الطرق التعبيرية، طرق في توصيف الكثير
من المتخصصين في هذا في مجال التصوف أنها حركة صوفية شعبية تعتمد كثيرا على الأشكال التعبيرية، ليست رقصا في المعنى الفولكلوري للرقص الجمالي، وإنما اعتماد صور تعبيرية قاسية في شكلها، غريبة في مضمونها، عجيبة في كيفية أدائها. فحينما يسمى العكاشة الذي يأكل لحم الني يطلق عليه اسم الأسد الصيد، وهو الذي سيفترس ويأكل وينهش التيس الذي سيعطى وسيقدم في نشوة الحضرة العيسوية، سيمزقه. نعم، هكذا كان يقام في بلاد المغرب، في مكناس، في الزاوية العيسوية بالمغرب، ولكن في تونس لم تكن هذه الآلية، هذه الصورة معتمدة، والحمد لله رب العالمين. وإنما كان يربط هذا الرجل بسلسلة كبيرة صحيحة، وكان يعبر عن قوته وقدرته على أنه يفك هذه السلسلة في شكل من التعبير الصوفي فيه، مع مع الأغاني، مع الترديد، الأناشيد التي كانت تعبر عن نشوة الصوفي بروحانيته. الصورة الثانية من الصور التعبيرية كذلك أنه يرمى البلور المكسر المهشم فيتعاطاه بعض المريدين، ويسمى المتعاطي لهذه البلور الذي يأكل البلور يسمى نعامة، فيمضغ البلور ويبتلع تلك الأشياء القوية العنيفة. وكان ذلك مشهدا تعبيريا قويا، الناس كل الحاضرين كانوا يشاهدونه وهم منتشون. كذلك أكل الظلف الهندي والرقص والقفز على النار، وكذلك إدخال مسمار اللي هو إبرة المخيط نسميوها طويل من جلد إلى جلد أو من حنك إلى حنك. هذه طرق تعبيرية أعتقد المشاهد اليوم حينما يراها في الكثير من العيسويات في تونس التي بقيت منها بعض الصور في بعض المدن، لكن في تبربة اندثرت هذه الصور وانتهت ربما في أواخر السبعينات، لأن الزاوية العيسوية لم تعد معناتها تقوم بهذه الأدوار، وانتهى الشكل الاحتفالي بالعيسوية. هذه الصورة التعبيرية عن التصوف الطرقي، لأن طريقة صوفية في سيدي بن عيسى في تبربة لم يكن يعيش لوحده، لأن تبربة كانت زاخرة بأشكال صوفية تعبيرية أخرى.